السلام عليكم. أنهى محققون إيطاليون ومصريون يومين من المباحثات في روما ببيان تعهدوا فيه بالاستمرار في تبادل المعلومات بشأن تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر بداية العام الحالي. وكانت وكالة أنباء إيطالية أكدت أن المحققين الإيطاليين غير راضين عما قدمه المصريون، وأنهم يطالبون بتسجيلات كاملة لمكالمات ريجيني قبل مقتله. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا لا يقتنع الجانب الإيطالي حتى الآن بصحة ما تقدمه القاهرة من معلومات تعضد روايتها لمقتل ريجيني؟ وما هي الخطوات التي على السلطات المصرية اتخاذها من أجل إثبات براءتها من دم ريجيني؟ لقد استخدموا جسده لوحا للكتابة، هكذا قالت والدة الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني الذي اختفى في القاهرة في 25 من يناير الماضي قبل أن يعثر على جثته بعد ذلك ب9 أيام. أما ما جعل الأم المكلومة تنطق بهذه العبارات القاسية فهو الكشف مؤخرا عن آثار تعذيب وحشي على جسد ابنها، من بينها واسمه ب5 أحرف بواسطة شفرة حادة تدل حسب منظمات إنسانية على أن مقتله لا يتعلق قطعا بحادث بل بعمليات تعذيب وحشية وسادية. هذا الكشف ربما يصعب مهمة السلطات المصرية التي تحاول جاهدة منذ 7 أشهر إثبات براءتها من مقتل ريجيني. تقرير ناصر آية طاهر. هل لديك أقوال أخرى؟ كأنما تقولها روما لمصر السيسي قبل أن تأخذ قضية جوليو ريجيني منحا آخر. فأي جديد ستقدمه القاهرة حول ملابسات مقتل الباحث الإيطالي في مصر بداية العام؟ إذا افترضنا أن ثمة نية للتستر على الفاعلين، فإن فظاعة الجريمة تتكشف من خارج مصر كل يوم أكثر. نقرأ في صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية تفاصيل جديدة عن عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني قبيل العثور على جثته: تكسير الأسنان والرقبة وعظام اليدين والقدمين، وعلامات جروح بآلات حادة، وحروق بأعقاب السجائر، وحروف توسم على الجسد كله بشفرة حادة. إنها كما تصفها لا ريبوبليكا عمليات تعذيب وحشية وسادية. من فعلها؟ مذ تفجرت القضية يتنامى في إيطاليا شعور بأن الحقائق لا تصل كاملة من القاهرة، حتى إن روما استدعت سفيرها لدى مصر للتشاور في إبريل الماضي. وصوت مجلس شيوخها بعد شهرين لصالح وقف تزويد مصر بقطع غيار لمقاتلات F-16 احتجاجا على ما قال إنه بطء التحقيق المصري. وعلى صلة بالتحقيق، لطالما قالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثة ريجيني توحي بأن أجهزة أمنية هي التي قتلت الطالب الإيطالي. كما أبلغ رجال مخابرات ورجال أمن مصريون وكالة رويترز بأن الشرطة اعتقلت ريجيني وحولته إلى مجمع تابع لجهاز الأمن الداخلي يوم اختفائه. بل إن المدعي العام الإيطالي نفسه أعلن في يونيو الماضي عدم اقتناعه نهائيا برواية الشرطة المصرية عن ضلوع عصابة إجرامية في الجريمة بدافع السرقة. مع ذلك ما تزال سلطات مصر تنفي أي تورط لأجهزتها الأمنية، فبالنسبة لهؤلاء إنما يستمد الإيطاليون شكوكهم من آراء ناشطين مصريين. فهل بوسع المحققين المصريين الذين يترددون على روما تبديد تلك الشكوك وإخراج حكومتهم من ورطتها؟ بمنتهى الوضوح كده قالوا احنا اللي قتلنا. تنقل صحيفة المانيفستو الإيطالية عن الناطق الرسمي باسم منظمة العفو الدولية أنها الفرصة الأخيرة للسيسي، فإما أن يتم إحراز تقدم حقيقي في التحقيقات، وإلا فليتوقف التعاون. التعاون القضائي في هذه المرحلة يقتضي تسليم نيابة روما سجلات جميع المكالمات التي جرت سواء بالقرب من المواقع التي اختفى فيها ريجيني أو تلك التي عثر فيها على جثته. لا يعرف ما إذا كان الجانب المصري قدم الأدلة التي تطالب بها إيطاليا، لكن يعتقد أن النيابة المصرية سلمت روما قبل أسبوعين سجلات جديدة لمكالمات هاتفية أجراها ريجيني خلال الفترة الأخيرة من إقامته في القاهرة. لا نتحدث عن تسجيلات،
بل رصد لمحادثات توقيتا ومكانا أجراها ريجيني مع أشخاص ذكرت أسماؤهم في التحقيقات. وحدهم الإيطاليون سيحددون ما إذا كانت الخطوة تحولا إيجابيا في التحقيق المشترك، أو ما إذا كانت مناورة أخرى لطمس الجريمة وإغلاق الملف، كما لو كان المقتول من أبناء مصر. نرحب بضيفينا في هذه الحلقة من روما ماوريستيو كابرارا، كبير المحررين في صحيفة كورييرا ديلا سيرا الإيطالية والمسؤول السابق للمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية الإيطالية، وعبر سكايب من القاهرة مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية. نبدأ بضيفنا السيد كابرارا في روما. ما الذي جعل المحققين الإيطاليين لحد الآن غير مقتنعين بما يقدمه المصريون؟ لأن مصر في بداية القصة السلطات المصرية طبعا قالت بأن الشاب الإيطالي عثر عليه في حالة صعبة جدا، أقصد هنا الجثة، وتعود تلك الحالة حرجة نظرا لحادثة سير. وبعد أسابيع قليلة قيل بأن بطاقته الشخصية عثر عليها في بيت أحد أفراد عصابة هناك في مصر، وأنه تعرض لإطلاق نار. والآن البيان الذي خرج عن الاجتماع الذي دار ما بين رجال قضاء إيطاليين ومصريين يقول حسب البيانات الأخيرة نستشف من ذلك البيان أن مصر تعترف بأن عليها أن تغير من طريقة تعاملها مع هذا الملف. كلمة الاستمرار في تبادل المعلومات سيد كابرارا، هل يوحي بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانب الإيطالي والمصري وارد؟ في هذه الأيام وخلال اللقاء الذي عقد ما بين الطرفين أعطى فرصة لتحقيق تقدم نحو الأمام في هذا الملف، وأعتقد أن الحكومات والدبلوماسية كانت جدا نشطة في الآونة الأخيرة، أقصد هنا الطرف الإيطالي والمصري. يبدو الآن أن هناك شيئا ما يرتسم في الأفق، وماتيو رينسي ورئيس المصري أي رئيس الوزراء الإيطالي التقيا على هامش اجتماع مجموعة العشرين في مصر في الصين، وأعتقد أن هناك خطوات ستأتي لاحقا، لأن هناك الكثير من الأمور لا تزال غامضة في هذا الملف. ولكن للمرة الأولى السلطات المصرية تقول بأن ريجيني تم استنطاقه من قبل الشرطة المصرية بعد أن تم التبليغ عنه من قبل أحد الباعة المتجولين الذي كان يعمل مخبرا للشرطة. إذن قام هذا الباعة المتجول بإعداد تقرير للشرطة، وعلى أساس ذلك التقرير تم استدعاء ريجيني وتم التحقيق معه، لأنه كان يطرح الكثير من الأسئلة في الشارع، ولكن تلك الأسئلة كانت متصلة برسالة الدكتوراه التي كان يعدها. إذن هذه معلومات جديدة، والسلطات المصرية قدمت تقريرا للسلطات الإيطالية حول المكالمات التي أجراها ريجيني والمكالمات التي تلقاها. إذن لم يتعلق الآن بتسجيل للمكالمات، ولكن تقرير مكتوب حول ساعة إجراء المكالمات وأرقام الهواتف وما يتصل بكل ذلك. نعم، إذا أخذنا هذا التطور المهم الذي تشير إليه سيد كابرارا،
في أن الجانب المصري لأول مرة يعترف بأن ريجيني وقع التحقيق معه. سيد مجدي شندي، هل بدأت برأيك السلطات المصرية تستجيب لما يطلبه الإيطاليون، وبالتالي أصبحت تعتقد بأن الحيلة هي في ترك الحيل وعليها أن تتعامل بشيء أعلى ذكاء في هذا الملف؟ بداية تحياتي لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا. أود أن أقول أنني أستطيع أن أسمع أسئلتك، لكن لا أستطيع سماع أجوبة الضيف المشارك معي في هذه الحلقة السيد كبرارة. هو باختصار حتى تكون في الصورة، هو نعم. يعتبر أن ما زالت هناك نقائص، ولكن لأول مرة هناك تحسن في الأداء المصري، ولأول مرة المصريون يعتبرون بأن أو يعترفون بأن ريجيني فعلا اعتقل لدى الأجهزة وحقق معه، وبالتالي يعتبر أن هذا مؤشر إيجابي لتعاون أفضل في المستقبل. الحقيقة لم أطلع على التقرير الذي قدمه الجانب المصري، لكن حسب معلوماتي أنه هذا التقرير يتحدث عن أنه بلاغ تقدم به رئيس النقابة المستقلة للبائعين الجائلين يوم 7 يناير، وأن السلطات قامت بالتحقيق بناء على هذا البلاغ بعمل تحريات لمدة 3 أيام، وبعدها اكتشفت أو توصلت إلى أن ريجيني لا يمارس أنشطة يمكن أن تضر بالأمن القومي، وبالتالي أوقفت تحقيقاتها. لكن الحديث عن أنه المصريون أبلغوا الإيطاليين أنه تم اعتقال ريجيني، هذه معلومة على عهدته. في كل الأحوال يعني تقديري الشخصي أن عرض الحقائق وحدها هي الطريقة المثلى للخروج من هذا الملف، لأن هذه القضية تبدو شديدة الالتباس. التعذيب السادي الذي مورس على جسد ريجيني هو غير إنساني وغير مقبول، وغير مقبول أن يقوم به أفراد يعني وليس حتى جهازا من الأجهزة. وأتصور أن بشاعة التعذيب وحفر حروف على جلده أو على جسمه يعني يوحي قد إيه الطرف الآخر الذي تعامل مع ريجيني هو سافل ومجرد من الإنسانية. وأنا يعني أربأ بالأجهزة الأمنية المصرية أن تفعل ذلك، لأن وسائل ضغط الأجهزة الأمنية معروفة، خاصة تجاه الأجانب، الأجهزة اللي بتحامي على جانب يعني ليس من بينها الأجهزة التي تستخدم التعذيب. وعشرات المعتقلين بيتم التحقيق معهم ربما بشكل أسبوعي من قبل أجهزة سيادية، ويخرجون ولا يستطيع واحد منهم أن يشكو من سوء المعاملة. ولكن اسمح لي سيد شندي، اسمح لي، يعني ربما نعم. ما جعل الإيطاليين يبدون غير مقتنعين بالروايات المصرية أن منذ البداية السلطات المصرية اعتمدت إيراد روايات مهزوزة حتى لا نقول سخيفة، وبالتالي منذ البداية كانت غلط، وبالتالي أزمة الثقة طرحت بقوة منذ البداية. هل تعتقد بأن هذه المسألة أساسية؟ بالتأكيد هذه المسألة أساسية. ملف ريجيني ملف قضائي، لم يكن ينبغي على وزارة الداخلية أن تدلي بدلوها فيه ولا أن تتدخل فيه بأي شكل. سوء أداء الداخلية في الموضوع والكلام عن حادث سيارة، ثم عن مشكلة مع أفراد مثليين، ثم الحديث عن عصابة اختطفت ريجيني، يعني ادى للسلطات الإيطالية أنها ترتبك ولا تثق، وعندها تمام الحق في ده. لأن أنا كسلطة لما ألاقي نفسي قدام روايات مرتبكة من الطرف الآخر طبيعي أن أنا أتشكك، يعني حتى لو قال لي الحقيقة بشكل تام. وبالتالي فإن الحل هو تولي جهاز القضاء المصري، وهو جهاز أعتقد أنه موثوق به من قبل الإيطاليين، والنيابة العامة المصرية تستطيع أن تقدم
رواية حقيقية أو على الأقل أقرب للحقيقة. نعم، هو هذا تقريبا إليه. سيد شندي ما سنحاول أن نفصله بشكل أوضح بعد الفاصل. بعد الفاصل نريد أن نتطرق للخطوات التي يجب على السلطات المصرية أن تتخذها حتى يقع شبه قناعة بأن لا علاقة لها بمقتل ريجيني. لنا عودة بعد فاصل. موقع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، عالم افتراضي يخدم الواقع. أهلا بكم من جديد. ما زلتم معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها تطورات قضية ريجيني في ضوء زيارة وفد المحققين المصريين إلى روما والحديث عن كشف آثار تعذيب على جثة الباحث الإيطالي. سيد ماوريتسيو كابرارا، لو أردنا أن نكون دقيقين بشكل واضح، ما هي طلبات الجانب الإيطالي للجانب المصري حتى يصبح هناك تفهم أو اقتناع بما تقدمه السلطات المصرية؟ شكرا. حسنا، أود أن أوضح نقطة لنتحاشى أي عدم وضوح. لم أقصد بأن السلطات الإيطالية قالت بأنه تم اعتقال وتوقيف الطالب الإيطالي، ولكن ما ورد في التقرير الذي خلص إليه اجتماع الطرفان أن الطالب الإيطالي كان محط ملاحقات ومتابعات من قبل الشرطة. إذا لم يكن يعلم هو بهذه الملاحقات وبهذه المطاردات من قبل الشرطة، لم يكن لديه علم بهذا. إذا كان محط متابعة من قبل الشرطة، ولكن بعد 3 أيام خلصوا إلى أنه ليس هناك أي سبب لتوقيفه والاستمرار في الملاحقة، لأنه لم يشكل أي خطر على الأمن العام المصري. إذن هذا ما ورد في التقرير الذي خلص إليه الاجتماع. إذن فيما يتعلق بالسؤال ما تنتظره إيطاليا من مصر، وضوح في التحقيقات وأيضا فسح المجال للسلطات الإيطالية للاطلاع على أشرطة الفيديو التي من خلالها يتم مراقبة محطات أنفاق في القاهرة. إذن هذا ما تطلبه السلطات الإيطالية بالأحرى، ومن الضروري أيضا أن يتم إعطاء تقرير مفصل حول من تواجد في تلك المنطقة التي كان فيها ريجيني، حول المكالمات الهاتفية التي تلقاها، وأيضا في المكان الذي تم العثور على جثة ريجيني مشوهة وعليها آثار التعذيب. ويجب أيضا مد الجانب الإيطالي بمعلومات تفصيلية حول هؤلاء الأشخاص الذين كانوا حول ريجيني. وكصحفي طبعا، وأنا لست جزء من الحل، كصحفي السبب لن يكون بالضرورة أن تقوم الدولة بالوصول إلى كل الحقيقة. طبعا من واجب إيطاليا أن تسأل، من واجب السلطات الإيطالية أن تتبع الأمر والملف إلى آخر رمق حتى يفهم المجتمع الإيطالي ماذا حدث، لأننا هنا الآن أمام قتل بشع لمواطن إيطالي كان يدرس في جامعة بريطانية وكان متواجد في مصر لإجراء بحث. إذن هذا شيء يجب أن نلقي عليه الضوء. يعني فيما يتعلق بالمكالمات تحديدا وغيرها من المعطيات سيد مجدي شندي، السلطات المصرية لم تقدم
مضمون مكالمات ريجيني. قدمت سجل برصد للمكالمات، لم تقدم أشياء مثل ما قال الآن ضيفنا من روما تتعلق بفيديوهات تنقل أو غيرها من التفاصيل. هذا يحيل البعض للقول بأن لدى السلطات المصرية ما تخفيه، والبعض يقول السلطات المصرية محرجة لأن مقتل ريجيني جاء نتيجة صراع أجهزة، هذه الداخلية، هذه المخابرات العسكرية، وأصبح هناك أزمة داخل السلطة. هل هذا ما يعيق فعلا السلطات المصرية من أن تقدم رواية مقنعة ومتماسكة؟ يعني شوف، أنا لا أتصور أن هذا الكلام صحيح، وكان أسهل بالنسبة لمصر لو أن هناك ضابطا مسؤولا عن قتل وتعذيب ريجيني أن تسلمه، وأن يعني تحاول أنها تبعد نفسها عن الآثار التي تترتب على الإخفاء. حدوتة أنه يعني هذا سيد شندي، هذا ربما يكون صحيح. سيد شندي معذرة، هذا ربما يكون صحيح لو كانت السلطات المصرية تعتقد فعلا أن هذا تصرف فردي، بس لكن إذا كان هذا التصرف هو تصرف بتعليمات عليا وبقرار سيادي من أجهزة سيادية كما تسمى في مصر، تصبح القضية صعبة. هذا كبش الفداء قد يفضح الأجهزة كلها. يا أستاذ محمد، يعني إذا كانت هناك حوادث سابقة مع أجانب بهذا الشكل نستطيع أن نقيس عليه ما حدث مع ريجيني، لكن هناك ملفات جاسوسية وحاولت اختراق أمن البلاد، وربما جواسيس حكم عليهم بالسجن ربع قرن وأكثر أو حتى إعدام، ولم يستطع أحد منهم ولا من ذويهم أن يشكو من تعامل السلطات المصرية. السلطات المصرية تتعامل مع الأجانب بمنطق ما يجري في الطرف الأجنبي، ولا تتعامل معه يعني كما لو كان متورطا في إرهاب، بالعكس في حساسية شديدة في التعامل. فيما يتصل بالطلبات الإيطالية، هو اتعمل تحليل للمكالمات وتم تحديد مشتبه بهم، لأن المنطقة التي تمت تغطيتها هي منطقة كبيرة جدا فيها أكثر من 1,000,000 مستخدم، ولذلك كان الطريق الأقصر هو تحديد مشتبه به بعينهم، ثم تسليم مكالماتهم إلى الجانب الإيطالي. أنا شايف أن السلطة يجب أن تتيح كل المعلومات التي توصل إلى الحقيقة، لأن الحقيقة هي هدف مشترك للجانبين المصري والإيطالي. ولا تنسى أن إيطاليا بلد صديق، وأنها ساندت المصريين، وهناك علاقات اقتصادية ومصالح تجارية مشتركة كبيرة. لكن المشكلة هل ما زال، وهنا أسأل سيد كبرارة، هل ما زال الإيطاليون يأملون سيد كبرارة في إمكانية تعاون السلطات المصرية في المرحلة المقبلة بما يمكن أن يغلق هذا الملف؟ طبعا إيطاليا تسعى للاستمرار في التعاون مع مصر، هذا شيء لا غبار عليه، وأعتقد أن هناك خطوة أساسية وهامة قد تكون، لست متأكدا ولكن أقول أنها قد تتمثل فيما إذا قام النائب العام المصري بعد عودته إلى إيطاليا وإذا التقى مع أبوي جوليو ريجيني، إذن أعتقد قد يكون هذا الأمر مطروحا في الأسابيع القليلة القادمة، وتم الإشارة إلى هذا في التقرير الذي خلص عليه اجتماع الطرفان. هناك إشارة أن هذه الخطوة قد تكون قريبة. خطوة أخرى ممكنة لا أدري هل ستحدث أم لا، ولكن في تقديري ستكون خطوة هامة جدا،
إذا تم تقديم عناصر جديدة في التحقيق فهذا بإمكانه أن يخلق لنقل جو من الثقة سيمكن إيطاليا من إرسال سفيرها الجديد إلى مصر. هذه الواقعة المؤلمة بالنسبة لإيطاليا، هذه الجريمة الدموية طبعا لا يمكن للإيطاليين أن ينسوها. لا يمكن للإيطاليين أن ينسوا أنه تم اكتشاف جثة ريجيني في وضعية صعبة جدا، وسمع الإيطاليون وصف أم ريجيني لجثة وابنها. إذن الإيطاليون لا يمكنهم أن ينسوا كل هذه الأمور، وكل ما حدث هو عكس ما يجب أن تكون عليه العلاقات ما بين مصر وإيطاليا. يجب كما قلت أن نقول في الخمسينات إنريكو ماتاي عندما كانت بداية العلاقات ما بين إيطاليا ومصر. شكرا جزيلا لك. شكرا. معذرة سيد موريتسو كابرارا كبير المحررين في صحيفة كورييرا ديلا سيرا، شكرا لحضورك. أيضا أنت مسؤول سابق للمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية الإيطالية. شكرا أيضا لضيفنا مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية معنا من القاهرة عبر سكايب. في أمان الله.